راح اجرب اغرب حيل الاكل اللي قدرت اني الاقيها في الانترنت، مثل كورن فليكس مقلي او جلي بالخيار صحي. السلام عليكم يوتيوب، انا كراج، رجعت لكم يا جماعه اليوم في حلقه جديده من البحرين. اول حيلة اكل شفتها بالانترنت متحمس اني اجربها. شفت هذا الفيديو اللي قالوا نقدر نسوي موتشي في البيت طريقة سريعة. اوكي اذا قدرنا نشتري نقدر احنا نسوي. وطبعا انا جربت اني قبل اسوي موتشي في البيت، سويت حجم عملاق. اذا ما شفتوا هذيك الحلقة راح تحصلونها تحت. فاحنا عارفين ان سعر ايس كريم الموتشي ما يعتبر رخيص، واذا انتم بتسوونها في البيت يعتبر انه ممكن ياخذ وقت. فهذه الطريقة هي الطريقة الاسرع والارخص. هي حيلة يعني. اول مكون هو ورق الرز، وراح نحتاج لايس كريم. شيئين راح نجمعهم مع بعض. واللي لو تفكرون فيها هي الموتشي من برا عجينة رز حالية، ومن داخل ايس كريم منكه عادي. الورق حق اللي ما يعرف هاي شكله يكون، فلان الورق ناشف لازم نبلله بماي حار. فهني عندي ماي حار سخنته، راح نحطه بالصحن. فاحنا راح نسوي، راح ننزل الورق الرز اوكي بالماي الحار. اوكي فصارت الحين لينه وجهزت تعتبر العجينه. فراح احطها بصحن. راح نجيب الايس كريم بالضبط، نحط عندي هني ايس كريم مانجو، نحطها بالنص. وبعدين راح نسوي انه بس راح نغلفها مثل ما احنا حابين. فغلفتها مثل ما قاعد تشوفون من تحت، والايس كريم صار هني داخل. فاحنا ممكن ان احنا نشكلها. هذه مفروض حيلة الموتشي. اوكي غريب العجينه، الورق قاعد كانه علكه بالضبط. اوكي هاي الشيء لذيذ. هاي العجينه تعتبر كانها شيء عليك ما له طعم. اوكي فانا جربت الموتشي الاصلي من قبل. خلينا نقول انه هو جريب بس مو موتشي. الموتشي هو بروحه اكسبيرينس تاكلونه. قلتها من قبل كانكم قاعد تاكلون جلد عصفور او شيء يعني شيء غريب. اول مره انا اكل الورق ذي، احس يروح مع وايد اشياء ممكن احنا نسويها، لان طعمها لا هو حالي ولا هو مالح. فراح اسوي الحين واحد ثاني لان الصراحه عجبني. هو كانكم قاعد تاكلون ايس كريم مغلف بشيء. اوكي فبالنهايه هل يعتبر ارخص موتشي ممكن تاكلونه بحياتكم؟ ايه بس انا تجربة اكل الموتشي غير. الحيلة الثانية بالاكل اللي راح نجربها، سووا من الخيار جلي صحي بدون سكر. فشفت هالفيديو في الانستغرام، اوكي هالمرة في الانستغرام تسوي فيه. فالفكرة ان خيار مخلوط صار عصير الخيار جلي. هم سميته موتشي بس ما يشبه الموتشي ابدا. فاول شيء سويته قطعت الخيار الى حبات قصيرة. فعندي هاي خلاطة العصير. اوكي فالخيار صار داخل. فاعتقد راح اضيف عليه شوي ماي. فاللي راح اسوي الحين، لان نفس ما توقعت بعد لونه صاير اخضر فاتح، فانا عندي مصفايه راح اصفي العصير. الحين جمعنا خيار الماي الصافي هني تحت. فالحين المفروض نروح نحطه على النار. اوكي فراح نصب العصير، راح نصب عليه شوي حليب. ممكن نحرك، اعتقد ملعقه من نشا الذره. اوكي بعدين راح نحرك وبس. راح ننطر لين ما يصير غليظ. اوكي بدا يصير شوي اكثر مثل ما قاعد تشوفون. اوكي هذه التكستشر اللي انا وصلت له من ملعقه ونص تقريبا، ما اكتب وازيد اكثر. اوكي حطيته هني بس ما اعرف شكله شلون. احنا نحطه في البراد ونخليه لين ما يرتاح. اوكي رجعت تقريبا بعد ساعه من ما خليتهم في البراد. لحظه خلينا نتاكد انه ما راح تقلب. اوكي تقريبا يعني مو سائله بس انه مو صايره جيلي بالكامل. فما اعرف اذا راح تنقص اصلا. راح اجرب اني اقصها مربعات. تكستشر مالها غريب، لان هي لا هي جيلي ولا هي ما ادري. اوكي صايره جيلي بس يعني خفيفه راح تنهاري يعني. هذه قطعه واحده. فهم رشوا عليها جوز هند، فانا هنا عندي جوز هند من فوق. فالحين صار وقت اني اجرب الطعم. كان بالضبط كانه سلايم. انا قاعد اقول شنو قاعد يذكرني بالضبط سلايم. اوكي مع جوز الهند تعرفون شنو قاعد تذكرني؟ مو مهلبيه، في شيء تاكل مع جوز الهند. اول شيء طريقه تقديم هاي الشيء انا مني غلط. يا ريت حطيتهم بصحون نفسها تنحط فيهم المهلبيه. بس انا هاي الطريقه اللي انا سويتها فكرت انه راح يصير اي بس راح يصير نفس الجلي اللي ممكن ان اقطعه واشيله حبات. خرج جوز هند اكثر عليه من فوق. اوكي فبالملعقه اسهل. اوكي تنشال الحبه اسهل بوايد.
اوكي طعمه خيار بالضبط، بس انا مو متعود على الطعم بهالملمس. يا جماعه راح اغير الاسم، مو جيلي الخيار، مهلبيه الخيار. اذا حابين مهلبيه طعم الخيار، بس انا طعمها باهت، خلينا نقول باهت، يعني طعمها خيار مع ماي بالضبط، يعني كذي. فبالنهايه حق ذي الحيله اذا حابين تسوون مهلبيه بالخيار، هذه الحيله تنجح، بس لا تسوونها لان طعمها. الحيله اللي بعد اللي راح اجربها لقيتها في التيك توك، اوكي، وهذه الفيديو واحده قالت ان هي كانت قاعد تسوي نفس وجبه حق زوجها، وما كان عندها جبن عشان تخلي فوق الفرنش فرايز حقها، فاستخدمت شيبس رينج واعتقد اسمه عندنا، طحنته وحطته فوق فرايز، صار عندها نفس جبن بالفرايز. فالمهم انا رحت يا جماعه عشان ادور على الرينجو، ما لقيته عندنا، بس لقيت شيبس يشبهها تقريبا بنكهه الجبن. اوكي فالفرايز صار عندي جاهز هني، يصير كأنه باودر جبن يعني. فوق الحين عندي هني بالخلاط كم من حبه، فهذه حبه من الفرايز. فوق قاعد تشوفون لصق عليها الشيبس المكسور الجبن. اوكي وايد حلو، طعمه راكب، مو واضح طعم الشيبس كتشيبس، طعم تشيزي، طعمه غير. والحلو ان نقدر نستخدم اي نوع شيبس احنا حابينه. تاكل يا جماعه. الحين وصلنا حق الحيله الاخيره بالاكل، وهذه الحيله تعتبر طريقتها غريبه. الفكره ان كورن فليكس طريقه غير، اوكي، بطريقه مقليه بالزيت. وشو اول ما شفت الفيديو ذكرني باصابع الجبن اللي انا كسيهم قبل، يعني صار لازم اني اجربها، عرفتوا؟ فالفكره ان الحليب بدل ما يكون حليب عادي، الحليب انطبخ مع بعد نشا الذره عشان يصير كثيف. فراح ابتدي اول شيء اسوي خليط الحليب تحت في المطبخ. اوكي كمية حليب بيها، ما بكثر بصراحه. احط شوي سكر، راح نضيف نشا، هالمره راح اكثر عشان يصير يابس. صار يابس الحين فوق عشان. فطلعت الحليب من الثلاجه، خليته تقريبا ساعه، هالمره خليته بس على جنب واحد، فحطيت نفس ورق شمع هني عشان ماي. اوكي فاول شيء راح اسوي، راح اطلعه من الصحن، المفروض يطلع بطريقه سهله لاني حطيت عليه. ايوه اوكي هالمره حطيت ملعقتين نشا ومسك حجم شكل تمام. اوكي الحين بسكينه اصابع. اوكي قاعد اغطسه بنشا عشان ما يلصق. اوكي هذه اصبع واحد من الحليب مثل ما قاعد تشوفون. اوكي فهني عندي 3 اصابع راح نسويهم. اوكي بس قبل احس ابغى اجرب هاي الحليب. طعم حليب حالي كأنه سلايم. اوكي فالحين راح اجيب الكورن فليكس، فعشان كسر راح اجيب كيس بلاستيك احطه داخل الكيس، وراح نكسر الكورن فليكس. عندنا هني اللي كنت قبل استخدم الطحين حق اصابع الجبن، نشا الذره، وعندي هني الصحن راح اكسر فيه حبه بيض. فالشيء راح يبهدلني، راح استخدم يدي حاليا. كيف راح نجيب حبه من اصابع الحليب. اوكي فاول خطوه راح نغطيها بنشا الذره، اوكي بعدين راح اغمسها في البيض بالكورن فليكس، وهي يدي قاعده تتغمس معاهم بس عادي. اوكي فراح اسوي طبقتين احسن، فراح نرجع نحطها في البيض مره ثانيه، بعدين بالكورن فليكس. فراح احطهم بالفريزر لين ما يمسكون شكلهم. احلى من اليوم الثاني. اوكي قررت اني انام امس والاصابع كانت في الثلاجه، بس الشيء زين لاني صحيت اليوم والحين راح افطرهم يا جماعه بما انهم كورن فليكس. اوكي وهذه هي الاصابع يا جماعه خلصت معي. اوكي شكلهم حلوه، خلنا اقول لكم. هاي شكلهم. اوكي مو جبن موتزاريلا اكيد ما راح تمط. هاي شكلها من الداخل كان اصابع الجبن. اوكي لان انا كنت مفرزها، فلحد الحين الحليب من داخل صاير بارد، واللي اوكي راكب يعني كانه، بس انا الكورن فليكس طعم الكورن فليكس ومن داخل صار حليب حالي. بس احس الشيء اللي مخرب هو النشا، مع انه ما قاعد اصلا طعمه، بس احس انه هو مطعم الشيء كان في طحين يعني. فاعتقد هاي طالع من النشا عادي، لا ان هي لذيذه ولا ان هي ما تتاكل، بس ما له داعي تسوونها، عرفتوا يعني. فلين اختم معاكم هذه الحلقه، اتمنى الحلقه عجبتكم. اذا عجبتكم لا تنسوا تعطوني الفيديو لايك، خبروني شنو اغرب حيله حسيتوها تحت، وشنو اللي ممكن انكم تجربونها. راح اشوفكم في حلقه جديده، تحملوا في روحكم، مع السلامه.